تخيل واحد متجوز بقاله اسبوع وقرر يطلق مراته. ايه المشكله يعني؟ هو فاكر ان الموضوع هيخلص بعد كلمه انت طالق، لكن القانون كان ليه راي تاني، لان في حاجه اسمها نفقه المتعه. حضرتك فاهم؟ لا مش فاهم. يبقى هتفهم. في الماده 18 من قانون الاحوال الشخصيه في الماده 18 من قانون الاحوال في الماده 18 طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. في الماده 18 من قانون الاحوال الشخصيه المصري لازم تكون حصلت خلوه او دخول في زواج صحيح، ولازم يكون الطلاق تم باراده الزوج. اوكي. وكمان ما تكونش الزوجه هي السبب في الطلاق. مش عايز DVD؟ طب والمتعه دي قد ايه؟ القاضي بيقدرها على حسب حاله الزوج الماديه، وكمان مده الزوجيه وظروف الطلاق. والاقوى من كده ان القانون قال سنتين على الاقل، يعني ممكن المحكمه تحكم باكتر من سنتين على حسب الحاله. ليه؟ هتجوز فاتن حماده؟ ولو الزوج مش قادر يدفع مره واحده، المحكمه اجازت ان هو يقدر يقسط المبلغ. ايه الخلاصه؟ الطلاق ممكن ينهي الجواز ولكن مش بينهي الالتزامات. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو، ما تنساش تجيلي في الكومنتات وتقول لي جاي في ايه.